ازيكم جميعا. النهاردة تاني فيديو هنتكلم فيه على Procreate Dreams او برنامج الانيميشن الخاص بالايباد. زي ما قلت في الفيديو اللي فات، Procreate بدأت تعمل نزلت نوفمبر اللي فات برنامج مخصوص للانيميشن وسميته Procreate Dreams. البرنامج قوي جدا وحلو جدا بالنسبة للايباد، وتقدري تعملوا عليه افلام كبيرة. فانا بشجع اي حد حابب ان هو يتعلم انيميشن او يجرب يشتغل عليه او ينزله لو هو عنده ايباد. طيب النهارده الفيديو اللي فات بتاع الخاص ببروكرييت دريمز احنا اتكلمنا على حاجه بسيطه جدا، ازاي ننقل لايرز من بروكرييت لبروكرييت دريمز ونحرك رسمه بسيطه. النهارده هنتعلم مع بعض الفريم باي فريم في فيديو بسيط جدا زي ده كده. هنتعلم نعمله ازاي نشتغل فريم باي فريم وازاي نعمل جروبس. لو انتي عايزة تعملي رسمة جروب، ازاي بنعمل الجروب والحاجات دي. طيب خلينا نبدأ. هنطلع برا تاني في الجاليري. هنختار من علامة البلاس اللي فوق دي، هندوس عليها ونختار اي حجم للفيديو بتاعنا. ممكن وايد سكرين، الترا وايد، سوشيال، سكوير، سكرين سايز، حسب الفيديو انت عايزاه يبقى عامل ازاي. خلينا ناخد سوشيال عشان لو حبينا ننزله كشورت على اليوتيوب. وانا اخترت امتي علشان يبقى فاضي، ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش ولا تراك ولا اي حاجه. طيب هنا الشكل قدامي بيبقى عامل ازاي؟ زي ما انتم شايفين بيبقى فيه الثواني كلها من 0 بقى لغايه عدد ثواني لا محدود. هنا على جنب بيبقى فيه شكل مربعات، ده لما بندوس عليها بنرجع تاني للجاليري. وهنا دريم 5 لما بندوس عليه بقدر بقى ان انا احافظ اسيف الفيديو. النهارده هنعمل الحاجات دي عشان ازاي نسيف الفيديو وازاي يعني بيبقى معانا لو حابين ننزله على اي حاجه، على سوشيال ميديا او على يوتيوب او على اي مكان في اي مكان. وعلى الناحيه التانية في بلاي وريكورد، والعلامه دي اللي هي لايرز هنستخدمها النهارده في الجروبينج. والشكل الخط ده ان لو عايزين نرسم بايدينا فريم باي فريم، وعلامه البلس دي لو عايزين نزود تراكس، نزود صوت، نسجل صوت او ندخل صوت على الفيديو بتاعنا وكذا حاجه. فالنهارده هنعمل فيديو بسيط خالص خالص عشان ما نتلخبطش. هنبدا نعمل فريم باي فريم، وخلوا بالكم شايفين الارقام اللي هنا دي اللي على جنب. الارقام دي مهمه قوي هنستخدمها النهارده عشان نعمل فريم باي فريم. بس خلينا الاول، اول حاجه، اول ستيب هنحط تراك عشان نبدا نشتغل عليه. فهنعمل كده هنا علامه البلس ونختار اول حاجه اللي هو تراك. تمام اهو كده حطينا تراك. هنرسم رسمه عليه. الرسمه دي هتبقى مجرد جايد لاين لينا عشان نحرك عليه الشكل اللي احنا عايزينه. فهندوس على العلامه التانية بعد البلس اللي هي علامه القلم، تمام، عشان نعرف نرسم. وهجيب لون منها نختار. اول ما دوست عليها طلعت لي شكل الشاشه كانك في بروكريت بالظبط. الفرشه بنكبر ونصغر من هنا، والاوباسيتي من هنا، وعلامه البرش والسمادج تول والايريزر او اللي بنمسح بيها، ولايرز والالوان كأنك بالظبط في بروكريت. هنختار هنا لون. خلينا نختار لون احمر عشان يبقى مميز عن اللون اللي هنشتغل بيه اللي هو الاسود. وهعمل شكل انفينيتي كده. ده هيبقى مجرد، بس هختار برش كويسه. البرش دي ما تنفعش، اي برش بقى عاديه خالص بتاعت سكتشنج. اوكي فين imported. اوكي هنختار اي برش مش فارقه. هنعمل كده بس زي اوتلاين للشكل بتاعنا، او احنا هنعمل عصفوره بتطير، فهنخليه كده اهو شكل الانفينيتي. هنمشي العصفوره في الاطار ده، تمام. طيب هنا الرسمه دي تفضل معانا طول الموفي او الحجم اللي احنا عايزين نعمله فيه. فهنكبر شويه، هنوسع، هنخليها ثابته معانا. هنكبر كده ونكبر حجم، نكبر ونكبر حجم اللايرز دي. المفروض بتدوسي على طرف
نكبر اكتر. ماشي اهو. لازم تكبري بشكل معين عشان تعرفي تحركي المربع بتاعك. لو تلاحظوا فوق عدد الثواني هنا موجودة، هنا عدد الثواني 2 ثانية 3 ثواني، فاحنا بنكبر حسب ما احنا عايزين الموفي بتاعنا كام ثانية. خلينا نعتبره ان هو هيبقى 7 ثواني، فهكبره لغاية 7 كده اهو. ده حجم المشهد الصغنون بتاعنا. تمام اوكي. طيب ده كده التراك ده هيفضل ثابت معانا في ده مجرد، ده في الاخر هنمسحه، بس هو مجرد ايه، حاجه زي جايد لاين هنا عشان نحط عليه الشكل اللي احنا عايزينه. هنزود تراك كمان، تراك تاني اهو. التراك ده هيبقى برضو موجود معانا 7 ثواني في شكل الجار او البرطمان اللي احنا كنا حابسين فيه العصفوره في الفيديو اللي كان موجود اول الفيديو. هنجيب لون اسود ونجيب برش فين، المفروض ان انا عامله هنا كذا برش بس انا مش لاقيه. هابوك بينت فين التاني، فين هابوك. انا برضو تقدر ان انت تجيب فرش من برنامج بروكرييت. لو انت منزل فرشه في بروكرييت تجيبها هنا عادي جدا. خلينا نجيب سكتشنج 6 بي عادي خالص ونعمل الجار بتاعنا. مش لازم يبقى حاجه فظيعه، نحطه جوه. وممكن اصلا ترسموا الرسمه في بروكرييت وتظبطوها وتعملوا فيها اللي انتوا عايزينه وتجيبوها هنا زي ما عملنا في الفيديو اللي فات. نعمل بس اندو ونظبط كده، ده اكن ده الغطا بتاعها. طيب مش لازم الرسمه تبقى فظيعه وحلوه وجميله، بس ايه عشان تبقوا فاهمين الفكره. طيب الشكل بتاع الجار ده هيبقى موجود معانا طول الفيديو، موجود معانا مش هيروح في حته. تمام. فعايزينه يبقى موجود كل 7 ثواني. معنى كده ان احنا عايزين نكبر ده، نخليه في نفس الحجم بتاع الانفينيتي اللي تحت دي. فهنكبر كده عشان نعرف. ايوه كبر. وفوق هنا عدد زي ما بقول لكم فوق في الحته دي كده الثواني بتاعتنا. عايزينهم بقد بعض بالظبط 7 ثواني. تمام اوكي. طيب عايزين بقى تراك بقى اللي هيبقى فيه الحركه كلها. ده تراك جديد، عملنا تراك جديد وهنعمل فيه الحركه بتاعتنا. ايه بقى الحركه بتاعتنا؟ هنيجي من الاول خالص، من اول التراك نبدا. وهنعمل ايه بقى؟ شايفين العلامه الخط الصغنون الرمادي ده هننزله تحت كده. لما نزلناه تحت كده اوتوماتيك طلع لنا الشكل ده. ايه الشكل ده؟ ده فليب بوك اللي هو فريم باي فريم، يعني كل مربع فريم لوحده فنقدر نحرك عليه. فهقوم رسمه ايه، هرسم كده. نبدا من هنا كده. ممكن طبعا نعمل على لو عايزين تحديد اكتر وشكل اكتر في التايمنج بتاعنا، بس مش لازم النهارده نعمل الحكايه دي. هنبدا كده بشكل صغير كده كوره. تمام. وبعدين نروح على اللي بعدها. ايه اللي حصل عندي؟ ان المربع اللي بعدها ده الفريم اللي بعدها، عشان لما نمشي فريم باي فريم هيبدا يدينا وهم الحركه. طيب لما جيت هنا الدوريه دي بقت شكلها خفيف علشان في حاجه اسمها اونيون سكين. يعني اونيون سكين اللي هو ترجمه حرفيه قشر البصل، او معناها انك تبقى شايف ايه اللي ورا، ايه الرسمه اللي وراها واللي قدامها، عشان وانت بتعمل تريسنج او وانت بتشفي الرسمه الحركه تطلع مظبوطه ما تطلعش بعيده عنها. طيب انا عايزه اعدل شكل الاونيون سكين ده. شايفين فاكرين الارقام اللي بقول لكم عليها اللي في الجنب دي اللي خدوا بالكم منها دي؟ لو دوسنا عليها هيطلع لي ايه؟ هيظهر لي بالمنظر ده هايد اونيون سكين. لو انت مش عايز اصلا تشوف الاونيون سكين، بس دي حاجه مهمه جدا واساسيه. edit onion skin، لو عملت edit ممكن تغير اللون بتاعها. مكتوب هنا backward الاونيون سكين اللي ورا لونه ايه، فانا عاملاه purple. والفورورد سكين اللون التاني اللي قدام بقى هيبقى عامل ازاي، هنفهم دلوقتي واحنا شغالين. لا انا عاملاه اورنج عشان يبقى في فرق بينهم. والاوباسيتي بتاعتهم باين جايب لك هنا الفريمز يفضل ظاهر عندك لمده كام فريم. يعني انا لو بعدت
4 فريمز هيبدا يختفي معايا عشان ما يبقاش فيه زحمه كتير حواليكي ما تتلخبطيش. والاوباسيتي حدته ما يبقاش قوي قوي، يبقى شفاف شويه عشان برضو ما يلخبطنيش وانا برسم. فممكن برضو بتزودوا الاوباسيتي لو عايزين، بتقللوها زي ما انتوا حابين. انا هنا في الباكوردز لو انا بصوا لو زودت الاوباسيتي شايفين الدوريه الاوباسيتي بتاعتها بتزيد ازاي او بتقل حسب ما انا عايزه. اخليها 20 زي ما كانت، ده افضل حاجه بالنسبه لي. تمام. وفورورد نفس الكلام هيبان لما نيجي نشتغل. تمام. ده كده الاونيون سكين وازاي بتعدليه وكل الكلام ده. هندوس تاني على الرقم وإيديت، وفي باك جراوند كولر ما جربتوش قبل كده، ممكن نجربه مع بعض دلوقتي. مش عارفه ده عباره عن ايه اوكي الشاشه نفسها لونها بيتغير. مش محتاجه اعمل ده دلوقتي عشان ما نتلخبطش، خليني دلوقتي كده. وممكن كمان تبقى ترانسبيرنت، تبقى شفافه. موضوع شفافه ده حلو لو انت شغال على فيديو بس مجربتش، برضو هنجربها مع بعض مره. طيب خلينا كده اوكي. طيب نيجي بقى هنا تاني للايه، للفريم باي فريم. احلى حاجه انك ممكن شكل الفليب بوك ده تحطه جنبك هنا، تحطه تحت. بتحركه منين؟ من الشرطه اللي فوق دي الرمادي، تدوس عليها بالقلم وتحركه في اي مكان انت حابه. طيب دي كده اول فريم الدوريه دي. تاني فريم هنبدا نحرك الدوريه دي بالشكل ده كده. خليها بس نبقدها شويه. اوكي انا بمشي بقى فريم باي فريم. انا هنا مخليها يعني غيرت شويه الحجم بتاعها وخليتها ستريتشنج عشان ده حاجه في الرولز بتاعت الانيميشن، او بتخلي الحاجه شكلها احلى، يعني كانها بتبط وبتصغر وبتكبر وانت شغال. طيب خلينا بصوا لما بصوا ايه اللي بيحصل لما رجعت ورا. شايفين الاونيون سكين اللي قدامانيه لونها اورنج، لونها باين ازاي لما عملنا ايديت هنا في الفورورد. لما زودنا البوست شايفين الفكره عشان ده اللي قدام. طيب واللي ورا بيربل واللي قدام لونها برتقال. ماشي نيجي بعد كده اهو. انا ماشيه فريم باي فريم. اوكي بس عايزه اشوف اول واحده خالص كان موقعها فين. اوكي في الحته دي. ماشي كان المفروض اعمل جايد لاينز اكتر عشان ابقى ماشيه مظبوط، بس تمام مش مشكله، هنظبطها في الفيديوهات اللي جايه. ونرجع تاني لاول واحده اللي هنا. طيب عايزين نجرب نشوف الموفمنت او الحركه عامله ازاي، فهنقوم قافلين من هنا نعمل الاكس دي. فاول ما بندوس عليها اكس بنرجع تاني للحاجه بتاعتنا او للتراكس بتاعتنا. هنرجع من اول كده وندوس بلاي عشان نشوف شكل الكرة ماشيه حلو ولا ايه. اوكي في حته هنا قطعت عشان الفريم الاولاني مش زي، هنعمله دوبليكيت وننقله. يعني هنعمل ايه؟ هنعمل كده دي اخر واحد ده وده اول واحد. اوكي هنلغي ده، هندوس كده عليه اخر واحد ده هندوس عليه وهنمسحه. وهنيجي عند اول واحد هنعمل له نوسع شويه كده، نعمل زوم وهندوس عليه كده بالقلم وهنعمله دوبليكيت، وهنسحب الدوبليكيشن اللي احنا عملناها دي ورا عشان يبقوا نفس الحاجه، ونرجع دول في اماكنهم تاني. نشوف كده الحركه تبقى سموث ولا لسه بايظه. مش عارفه انا بعمل ايه بصراحه، بجرب معاكم. زي ما قلت لكم انا مش انيميتر، والفيديو اللي فات اللي انا قلت لكم في الاول ده انا عملته زمان قوي بصراحه، مش فاكره انا كنت عاملاه ازاي اصلا. فخلينا نشوف مع بعض هيبقى عامل ازاي. انا هنا بقى ايه، برجعهم كلهم جنب بعض عشان ما يبقاش في جاب في النص، تبقى في حته فاضيه في الفيلم. طيب هندوس بلاي ونشوف الدنيا بقت عامله ازاي. هندوس بلاي.
نرجع كده من هنا ندوس بلاي. اوكي لا لسه بتقطع، يبقى الطريقة كانت حاجة تانية. افتكر ممكن نرجع للفيديو الاساسي اللي انا كنت عاملاه زمان نشوف انا عملته ازاي. انا كنت عاملاه ازاي، احنا كنا بادئين بكوره كده برضو، بس ده احنا هنا كنت خلاص عملت جروب، فخلينا نكبرها كده نشوف الجروب كان فيه كام لاير. ايوه دي بدايتها ودي. اوكي ماشي ماشي، احنا مش محتاجين نعمل اتنين. طيب نرجع تاني. اوكي ماشي. طيب ما علينا، هنظبطها. هنشوف كده دلوقتي بقى احنا عملنا الشكل ده، نقدر بعد كده نلونه. ممكن لو الحركة تمام هنقدر ان احنا نشيل الشكل بتاع الانفينيتي الاحمر ده ونشتغل عادي. خلينا نرجع تاني ان احنا نرسم تاني، وهنزل دي كده عشان تبقى فريم باي فريم واضحة بالنسبة لي. انا على لاير غلط، على تراك غلط، المفروض نبقى على تراك بتاع الكورة. اوكي طيب لو احنا راضيين عن الحركة بتاعتنا هنبدأ نمسك لاير ونلونها، ناخد شكل العصفورة بتاعتنا، نبقى نلونها كده ونعمل لها جناحات. شكلها دبانة اكتر من عصفورة، بس ايه مش مشكلة. واهم حاجة في الفيديو ده انا كنت عايزة اوريكم فكرة الفريم باي فريم والاونيون سكين، واخر حاجة عايزة اوريها لكم الجروبينج عشان دي مهمة قوي. ايه الجروبينج ده؟ دلوقتي انا في شايفين حجم الفيديو كام؟ 7 ثواني. الحركة بتاعت العصفورة دي ما خدتش غير 1.5 ثانية، بس بقية الفيديو فاضي. طب هنعمل ايه؟ عايزين نعيد الحركة دي تفضل تلوب، تفضل شغالة معانا. هنعمل ايه؟ هنعمل حاجة اسمها جروبينج. يعني ايه جروبينج؟ بعد ما نخلص تلوين لكل الاشكال بتاعتنا ونشيل يعني دلوقتي احنا مش محتاجين خلاص الفريم التراك اللي تحت ده احنا مش محتاجينه، اللي هو الانفينيتي، نقدر ندوس عليه ونمسحه كده خلاص. الحركة بص خلاص هو العصفورة ماشية لوحدها مش محتاجة التراك بتاعنا، فكده التراك ده احنا خلاص شلناه. نيجي للبيرد او العصفورة بتاعتنا دي، هنبدأ نلونها واحدة واحدة لغاية ما تبقى كلها خلصانة، وبعدين نعمل بقى فكرة الجروبينج. فانا هوقف الفيديو وبعد ما اخلص تلوين للاير او فريم باي فريم. خلينا نرجع كده نقف بس على ده. اوكي هنفضل ماشيين واحدة واحدة عشان نلون العصفورة بتاعتنا. بعد ما نخلص تلوين العصفورة هنرجع تاني للفيديو اقول لكم عملت ايه. فخليني ايه نخلص تلوين او اسرع الحتة دي ليكم عشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم. طيب احنا كده لونا كل اللايرات، كل الشيب بتاع العصفورة. ندوس كده بلاي. اوكي طيب احنا عايزين الحركة تفضل شغالة ما تخلصش، تفضل بتلوب لغاية اخر الفيديو. فهنعمل ايه بقى؟ في حاجة مهمة قوي اسمها جروبينج. ازاي تقدر تعمل جروب كل الفريمز بتاعتك دي تبقى في جروب واحد، تقدر تعمل له دوبليكيت، تعرف يعني تخليه كذا مرة. شايفين يعني بس ستوب، شايفين بعد علامة القلم دي في الشكل المربعات دي، لو دوسنا عليها كمان تمام،
وبعد ما ندوس عليها عايزين نعمل جروبنج لكل، يبقى في جروب واحد نقدر نعمله دوبليكيت. زي ما قلنا بندوس على المربعات دي، تمام، طول ما هي متداس عليها بجيب القلم وبعمل ايه بالقلم، بمشي على كل اللي بص اللي بيحصل لما بمشي ده كده طريقه ان انا بعمل سيلكشن، بعمل سيلكت على كل اللايرز كده بقى هم كلهم معمول عليهم سيلكت. لو دوست على اي واحد فيهم بالقلم المفروض ان هو بيطلع لي الليسته في ايه يا حبيبي، بفضل دايسه شويه جامد كده بيطلع لي الشكل ده كات كوبي دوبليكيت او جروب او بلند مود، اي حاجه يعني كذا حاجه. انا دلوقتي عايزه اعملهم جروب فهقوم دايسه كده على جروب، فبصوا اللي حصل بقى جروب واحد، بقى حاجه واحده. طيب ده حلو في ايه، ان هو بيسرع عليا الوقت، بينجز معايا الوقت. الجروب ده لو احنا دوسنا على السهم اللي فوق ده، كلمه جروب فيها سهم، لو دوسنا عليه هيفتح لي كل التفاصيل. لو انا عايزه ادخل على في كل فريم اعدل حاجه اقدر اعدل حاجه. طيب بعد ما بقى جروب واحد اقدر جدا ان انا ادوس على الجروب ده كده واقوم عامله له دوبليكيت، فانا كده عدت الحركه بتاعتي في الوقت. بقوم بدل ما هم متعادين في ثانيه ونص بقوم في 3 ثواني. هعمل دوبليكيت تاني لغايه ما اخلص مده المشهد ده او الحركه دي. دوبليكيت هيفضل معايا دوبليكيت دوبليكيت. هنا زايد شويه عن الوقت، هقوم مصغره حجمه يبقى نفس العدد. طيب هنا لو دوست بلاي ثواني هعمل هنا دوبليكيت. هو في حاجة هنا غلط حصلت مش عارفة ايه، نرجع تاني نعمل اوكي تمام كده. فبقى معايا الفيديو كله شغال، اللي بيحصل لوبينج لحركة العصفورة او الدبانة او ايا كان الكائن ده، فبيفضل معايا. فاحنا كده النهاردة عرفنا حاجات بسيطة جدا، اللي هو ازاي نعمل رسمة فريم باي فريم، منين بنرسم ومنين بنعمل نقدر نعمل جروبينج لللايرز بتاعتنا عشان نعملها دوبليكيت، نغير البلند مود بتاعها. ففكرة الجروبينج دي مهمة قوي وصعب انك تبقى عارفها لوحدك، يعني محتاج تبقى عارف منين بيتعمل لها جروبينج. طيب عايزه اسيف الفيديو بقى، طريقه تسييف الفيديو ازاي؟ بمنتهى البساطه شايفين المربعات اللي في الجنب دي كلمه دريم 5، بدوس على كلمه دريم 5 بيظهر لي الشكل ده، البروبرتيز ستيج تايم لاين شير. اهم حاجه بقى الشير دي، هي كلمه شير دي اللي بتسيف عندي الفيديو. انا دايسه اوريدي عليها بيطلع لي هنا عايزه تسيفي ازن فيديو ولا فريمز ازن، يعني كل فريم لوحده كصور ولا كارنت فريم بس. انا عايزه فيديو، هدوس على فيديو اعملي اكسبورتنج. اول حاجه خالص سيف فيديو، هدوس على سيف فيديو كده هلاقيه سيف عندي في الجاليري. بس كده الموضوع بسيط جدا، بدوس دون. تمام. طبعا انا بحاول اجري عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. لو في عندكم اي اسئله اكتبوا لي في الكومنتات. لو عايزين فيديوهات اطول اقعد اشرح اكتر باستفاضه برضو يا ريت تقولوا لي، عشان ببقى خايفه اطول في مده الفيديو فما يبقاش مناسب. طبعا ممكن تزودوا طبعا تفاصيل اكتر على الرسمه بتاعتكم. الفيديو ده طبعا كنت عاملاه بروقان شويه، كل واحده من دول جروب لو فتحناها كده هنلاقي فيها تفاصيل كتير جدا، كل الفريم باي فريم كل الفريمز موجوده. الفيديو ده مدته 30 ثانية مش 7، يعني طويل شوية. هنا انا زودت بقى تفاصيل العصفورة، العينين، المنقار، مش عارفة ايه، حاجات كتير. لو عندكم اي اسئلة زي ما قلت لكم ابعتولي، ويا رب الفيديو يكون مفيد وتكونوا استفدتوا منه. شكرا جدا على وقتكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله.